عارف أكتر حاجة بتتعب الإنسان إيه؟ مش الانتظار، لكن إنه يفضل طول الوقت مستعجل اللي لسه مجاش. يبص لقدام أكتر ما يبص تحت رجله، يفكر في بكرة لدرجة إنه ينسى يعيش النهاردة. ومع كل تأخير يبدأ يشك، يا ترى الدنيا نسيتني؟ يا ترى اللي بتمناه بعيد؟ يا ترى هيوصل دوري أصلا؟ لكن لو بصيت للكون حواليك هتكتشف إن ربنا علمنا درس عظيم من غير كلام. الشمس عمرها ما سبقت القمر، ولا الليل عمر ما جه قبل ميعاده، وكل حاجة بتمشي بدقة متناهية. مفيش نجمة بتستعجل نورها، ولا فجر بيظهر قبل أوانه. كل حاجة بتيجي في وقتها. وعشان كده كانت قصة النبي يوسف عليه السلام من أعظم الدروس. اترمى في بير، واتباع عبد، واتسجن سنين طويلة ظلم. ولو بصيت للأحداث وقتها هتقول إن حياته كلها بتضيع، لكن الحقيقة كل خطوة كانت بتاخده للمكان اللي ربنا كاتبهوله. البير ما كانش نهاية، والسجن ما كانش نهاية، كان مجرد طريق. ولما جه الوقت اللي ربنا اختاره خرج من السجن وأصبح عزيز مصر. عشان كده مش كل تأخير حرمان، ومش كل طريق طويل معناها إنك ضايع. في حاجات لو جت بدري كانت هتأذيك، وفي نعم ربنا بيأجلها علشان تيجي كاملة. فاهدى شوية، وابعد عن المقارنات، وابعد عن سؤال ليه لحد دلوقتي. وافتكر دايما إن اللي مكتوب لك مش هياخده غيرك، وإن اللي ليك هيجيلك في اللحظة اللي ربنا شايفها الأنسب. أما دلوقتي فاطمن، وبلاش تستعجل. اللي بيخلي الشمس تطلع في ميعادها والقمر يمشي في طريقه عارف إمتى يحقق لك اللي نفسك فيه بالوقت الصح.